سنة 1939 تم القبض عليه واتقفل المكان، وفي سنة 1946 مجموعة من رجال الأعمال اشتروا المكان وفتحوه تاني كفندق من أول وجديد. وبعد فترة بدأت الأحداث تتوالى. كانت الساعة 11 بالليل، كان بيظهر شبح لونه أحمر وكان بيفضل يتمشى في جميع أنحاء الفندق. الشبح ده سبب مشاكل كتير جدا جدا في الفندق، ومن أخطرها كان بيعمل ماس كهربائي يوميا في الفندق. كان ساعتها النور بيقطع، وعلشان يبدأوا يشغلوه تاني كانوا بياخدوا وقت كبير ان هم يشغلوه، لكن العمال اتعودت على ده وعرفوا ان الوقت ده يحصل فيه ماس، وعرفوا الاعطال بتاعتهم وبداوا يصلحوه على الفور. وبيقولوا ان الشبح ده اللي العمال شافته كذا مره وهم رايحين يصلحوا المولدات اللي كانت وقتها شغاله، وكان الشبح ده راجل من العمال اللي كانوا بيبنوا المكان، كان واقف على السقاله واختل توازنه وقع مات. وبدا من النزلاء اللي في الفندق يقولوا قصص عن المكان وهم خارجين، ومنهم اللي ما قدرش يكمل الاقامه بتاعته كامله ويضطر ان هو يهرب من الفندق ده. بدات ناس تقول ان